السلام عليكم. في عالم المسلسلات الأمريكية في مسلسلات كتير جدا عظيمة، وممكن تلاقي اختلاف آراء على بعض المسلسلات دي، إلا مسلسل واحد كل الناس اتفقت إنه أعظم ما أنتجه التلفزيون الأمريكي. فأهلا بيك في مراجعة مسلسل بريكنج باد. مسلسل بريكنج باد هو مسلسل درامي بيحكي قصة والتر وايت، مدرس الكيمياء اللي بيتشخص بسرطان الرئة، والدكاترة بيقولوا له إن قدامه سنتين بالكتير وهيموت. وعشان كده والتر بيقرر إنه يدخل في عالم تجارة المخدرات عشان يعمل شوية فلوس يأمن بيها مستقبل عيلته قبل ما يموت. وبنمشي مع والتر وايت في مراحل تحوله من والتر وايت المدرس الغلبان اللي بيشتغل اوفر تايم في مغسلة عشان يزود من مرتبه لهايزنبرج صاحب امبراطورية الماث. واللي بيساعد والتر في الرحلة ديت هو جيسي بينكمان تلميذه السابق، وهما الاتنين سوا بيخشوا في مشاكل وحوارات كتير مع الكارتيل المكسيكي وقسم مكافحة المخدرات. خلونا كده في البداية نتكلم عن شخصيات المسلسل فيه شخصيات كتير حلوة جدا، زي شخصية هانك نسيب والتر اللي شغال في قسم مكافحة المخدرات ودايما بيحاول ان هو يعرف مين هايزنبرج ويوقعه، بس طبعا ذكاء ودهاء والتر بيتفوق وبيعدي هانك بمراحل. شخصية والتر شخصية منكسرة وضعيفة لدرجة ان انت تحس ان هو ما عندوش شخصية اصلا، ولكن بعد تشخيصه بمرض السرطان تحس ان هو كان في قفص وخرج منه. والتر بقى عايز ان هو يعيش الحياة اللي بيتمناها، عايز يبقى حر، عايز يبقى أسطورة مخلدة. وهنا بقى بيظهر الجانب النرجسي من شخصية والتر اللي بيبدأ ان هو يطغى على شخصيته واحدة واحدة لحد ما بيحصل التحول الكامل، وولتر وايت بيبقى هو هايزنبرج وبيبقى عاوز الناس تخاف منه والكارتيل يحترموه. شخصية جاس اللي بيبان ان هو شخص شريف ومجتهد ومكافح بنى مطعمه من الصفر، ولكن خلف الستار هو واحد من اهم رجال الكارتيل بل وكمان اخبثهم. راجل حذر جدا ما بيسيبش حقه ابدا، ما عندوش مشكله يقتل اي حد لو هيضايقه او هيأثر على شغله. وجاس هو التعريف الحقيقي للشخصيه اللي ما عندهاش رحمه. شخصيه مايك الراجل المسن اللي تشوفه تقول راجل كبير عادي جدا، ولكنه من اكتر القتلة المحترفين في المسلسل ده، ما بيترددش ابدا انه ينفذ الاوامر اللي بتطلب منه. وعلى فكره مايك بالنسبه لي من احسن الشخصيات في المسلسل ده. وطبعا شخصيه جيسي الشاب المدمن المضطرب اللي اهله بيكرهوه، تحس ان الدنيا كلها جايه عليه، وبرغم انه بيشتغل مع الكارتيل الا ان عنده جانب اخلاقي حلو جدا، ان هو ضد فكره ان هو يقتل اي حد وضد فكره استغلال الاطفال. جيسي كان طالب عند والتر لما كان في ثانوي، ولما والتر قرر ان هو يدخل عالم تجاره المخدرات قرر ان هو هيستغل جيسي الساذج عشان يساعده. وفي شخصيات تانية كتير جدا زي سول جودمان وهيكتور وتوكو وسكايلر، بس طبعا مش هنقدر نتكلم عن الشخصيات دي كلها في الفيديو. مسلسل من اخراج المبدع فينس جيليجن اللي عمل مسلسل سيكوال تاني من السلسله وهو بيتر كول سول اللي هنعمل عنه فيديو قريب جدا. المهم المسلسل بيتميز بالاثاره والتشويق والتطورات الغير متوقعه اللي بتحصل في الاحداث. المسلسل بيستعرض جوانب نفسيه واخلاقيه معقده جدا لشخصياته. حرفيا المسلسل بيعلق على نفسه في كل موسم لحد اخر حلقه في اخر موسم. اللي بحبه في المسلسل ده ان دايما احداثه في تصاعد، ما بيحسسكش بولا لحظه ملل، وبيخليك دايما على اعصابك وانت بتتفرج. لكن العيب الوحيد في المسلسل ده ان في اول كام حلقه منه الاحداث بتكون ماشيه ببطء، وده عشان المخرج بيبقى بيقدم لك العالم وبيبنيه ويوريك ايه الاحداث اللي ممكن تحصل في المستقبل، بس الحلقات بيبقى فيها احداث كتير جدا وده اللي بيعوض بطء الريتم اول كام حلقه منه. المسلسل مكون من 5 مواسم موجود على نتفليكس. في المجمل دي افضل تجربه خدتها من اي مسلسل اتفرجت عليه في حياتي، وما اعتقدش ان في اي مسلسل هيقدر يعلي عليه في اي وقت قريب. تقييم المسلسل بريكنج باد بدون تفكير 10 من 10. مسلسل جامد جدا ومتماسك كتابيا. وبس كده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، ولو مهتم انك تشوف مراجعة فيلم ديدبول اند وولفرين اللي عملناها ممكن تشوفها من هنا. وبس كده، سلام.